الحقيقة في خبر دلوقتي، خبر يعني زي ما بنقول عليه فابريكا جديد نوفي. محدش يسألني يقول لي الخبر ده جاي منين، زي ما احنا بنفكر في غيرنا بيفكر. والخبر ده انا بقدمه هدية مني الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة. الخبر بيقول ان تم الاتفاق داخل مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين ان يتولى اللواء عباس مخيمر منصب وزير الدفاع في حكومة مكتب الارشاد لما يسمى بجماعة الاخوان المسلمين. هعيده تاني، تم الاتفاق في سرية على ان يتولى اللواء عباس مخيمر حقيبة وزارة الدفاع في حكومة مكتب الإرشاد لما يسمى بجماعة الإخوان المسلمين خلفا للمشير محمد حسين طنطاوي. أقسم بالله العلي العظيم هذا قد حدث. وصلني الخبر النهارده وانا كنت مستني علشان اقول من هو اللواء عباس مخيمر. اللواء عباس مخيمر انا قلت لكم عليه، هو كان بيشغل منصب مدير الامن الحربي، ثم يعني طلع معاش، وهو كان على علاقة بالاخوان المسلمين منذ موضوع سلسبيل والمهندس خيرت الشاطر الى اخره. وما طلع معاش راح مركز المعلومات لمجلس الوزراء، ثم انضم الى حزب الحرية والعدالة فور الاعلان عن تأسيس هذا الحزب، وتولى بعد ذلك رئاسة لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب المنحل، وهو في التشكيلة الوزارية التي وضعها المهندس خيرت الشاطر وزيرا للدفاع. لأن زي ما قال الأستاذ طارق سباق إن بمجرد انعقاد الجلسة سيتم سحب التشريع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وهناك أيضا أخبار حديثة سيعقب ذلك قرار من رئيس الجمهورية بإقالة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. هذه أخبار يعني صاروخية زي ما بيقولوا وحديثة ومسربة، إن النية بتاعة الدكتور مرسي الآتي: 1. سحب التشريع من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. 2. ضمن التشكيل الوزاري اللواء عباس مخيمر وزيرا للدفاع. 3. إقالة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. نمرة 4. إلغاء الإعلان الدستوري، إلغاء ما تبقى من الإعلان الدستوري المكمل والخاص بمجلس الدفاع الوطني، وإعادة تشكيل مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس الجمهورية ووفقا لقرار رئيس الجمهورية، وإعادة وتعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة، وأيضا تعيين وزيرا للداخل. يعني بقية الحاجات اللي أنا ناديت بمليونية يوم الجمعة اللي فاتت علشان نؤكد على رفض الشعب لها، كل هذه الأشياء ستصدر خلال ال 48 ساعة القادمة.